تو كنت ترجع بيا التالي وتسألني شني أكثر حاجة نادم عليها، نقول لك حاجتين. الأولى كنت نعمل برشا على عباد، والثانية كنت نستنى المستحيل يجي. خلينا نفسرلك شو معناها. نبداو بالأولى الساعة شو معناها كنت نعمل برشا على عباد. خلينا نبدا لك معناتها نحكي لك عليك انت، هو نفس الحاجة اللي كانت صايرة علي أنا، أما خلينا نبدا لك نحكي عليك انت باش تبدا تفهم فاش قاعد نحكي لك. انت تو واحد من الناس ما نعرفش لك قداش عمرك وما عندي عليك حتى فكره، اما الحاجه اللي ناكدها لك انك انت تو تروح للدار تلقى الفطور حاضر. تروح للدار تلقى حوايجك مغسوله مطويه جوك احلى جو. تروح للدار تلقى الفريجيدير معبي. هذا وش معناه معمل على العباد، ديما معمل على داركم باش يوفروا لك الماكله، يوفروا لك نظافه، يغسلوا لك دبشك، معمل على الدار الكل. ومن بعد معمل على امك وابوك يعطيوك الفلوس، ومعمل على اصحابك كوم كوا باش تريفزوا مع بعضكم، ما تنجم تريفز كان مع اصحابك كوم كوا تعملوا جروب دو ريفيزيون. معمل على صاحبك باش تمشي تترينا معاه. هذا واش معناه معمل على الناس. ويجي غير نحكي لك علاش هذه حاجه خايبه. اوكي تو هاك مسلكها ومعمل عليهم ومسلكها وعايش حياتك، اما شنية راك باش توصل فتره من العمر باش تلقى روحك راسك راس الجول، باش تلقى روحك وحدك. الاصحاب اللي كنت معمل عليهم كل واحد باش يمشي في ثنيه، انت تمشي تقرا في فاك وهم يمشي يقرا في فاك، كل حد يمشي في بلاصه. داركم اللي كنت معمل عليهم اخرتك تعرس وتمشي تبعد عليهم، ولا باش تمشي تقرا في الفاك وتبعد عليهم. معناها هذا واش معناش تلقى روحك راسك راس الجول. وريت انت من اللي انت قاعد تعمل عليهم ديما تعمل عليهم باش تعمل مخك، تعود مخك انك ديما معمل على العباد وحدك، ما تنجم تعمل حتى شيء في مخك باش تركب فازة انك وحدك ما تعمل حتى شيء. لازم كي تروح تلقى فطورك حاضر، كل شيء حاضر كل. اما كي تتحط في سيتياسيون كيما هكا، ما ابسط مثال تمشي للفاك تقرا في فاك بعيدة على داركم، تلقى روحك راسك راس الجول. مخك يبدا سجام متعود انه معمل على عباد. كي يتحط في سيتياسيون وحده تو يوحل يوقف غادي. نعطيك بست اكزامبل، نعرفش عليك انت تو كان وصلت المرحله نتاع الفاك ولا امي جا نحكيك على الاكسبيرينس نتاعي انا. وصل اي واحد اصلا يقرا في الفاك قل له بالله امشي للفويه وكيفاش عيشتهم العباد غادي. كتدخل للبيوت تلقى البيبز مطيشه والحوايج مطيشه مش مغسوله، والحاله تشكي ربي اصلا. والغاز ما نحكي لك، ما تحبش تعرف. اسال العباد اللي مجربه تو يحكيوا لك هما علاش هذا كله. راهي ماش اعتباطيه، راهو فويه كامل نفس الحاله، تلقى كعبه كعبتين مريقلين، الباقي كل نفس الشيء، ماش حاجه اعتباطيه. علاش؟ خاطر كيما قلت لك معودين مخهم انهم ديما معودين معملين على عباد الاخرى، معملين على دارهم باش ينظفوا لهم حوايجهم، معملين على دارهم باش يسيقوا لهم الدنيا وكل شيء. كي تحطوا في سيتياسيون وحدهم ما عرفوا يعملوا حتى شيء. هذاك علاش لا ماكله تصلح، لا عيشه تصلح، لا حتى شيء. وحاجة أخرى، شوف أنت مثل كي يخرجوا يسكنوا وحدهم ودارهم يبعثوا لهم مصروفهم، شو كيفاش يتصرفوا فيه المصروف. من بعد 3-4 أيام تلقى المصروف فيه ويكلموا دارهم هاي المصروف فيه. عليه؟ خاطر قبل دارهم هما اللي يصرفوا على الماكلة، دارهم هما اللي هم بالمصروف. كي هو تحط في سيتياسيون باش يولي يصرف وحده ما عرفش كيفاش يتصرف. من بعد كي يفوت العام الاول العام الثاني وقت يفهم السيستم، وقت يولي يعرف كيفاش يتصرف. اما كيما قلت لك راك ما تكسر راسك باش تحط في سيتياسيون وحدك، لازمك تعملها وحدك. دونك ايش خلينا نعطيك الحل نتاع هذه، من بعد نتعداو نحكيو على النقطه الثانيه، فازت انك تعمل على عباد. نحي الموضوع كما قلت لك. اوكي راني نفس الجمله كنت نقول فيها انا، هاني اوكي هاني تو مسلكه وجوي باهي، ما عندي علاش نكسر في راسي. من بعد كي تحط في سيتياسيون تو نسلكه تو ندبر راسي. اما لا، راهي الحكايه ماشي هكاكا. ابدا من اللي انت صغير مش من بعد كي تكبر تلقى راك حاضر، مش تبدا من كي تكبر تتعلم. اول حاجه تنجم تعملها عمل على روحك. شو معنى عمل على روحك؟ وحاجة أخرى، راهو ما تنجمش طول تنقز للنيفو 10، لازم تبدأ بالواحد، بعد تطلع 2، تطلع 3. اعمل فونداسيون صحيحة، من بعد ابني فوقها اللي بعدها، اعمل فونداسيون صحيحة وابني اللي بعدها، مش طول تمشي تنقز الفوق. كما اللي قلت لك، كما اللي يقول لك 10 خطوات ولا تنقيزة. أول حاجة تعملها باش تبدأ تعود على روحك. حط ما بينك وما بين روحك انك انت باش تولي تنظم فرشك وحدك، باش تولي تطيب ماكلتك وحدك، باش تولي تقضي قضيتك وحدك. كي تقوم كل صباح فرشك اعمله وحدك، ما تقعدش تستنى في امك ولا شكون يجي ينظم لك فرشك. القومان عود قوم وحدك، مش تستنى في شكون يجي يقيمك تمشي تقرا. دي ابسط مثال انت معناها معمل برشا على العباد. خويا عندي خويا الصغير حكاية سيزيام ولا السيتيام، أنا هو في العادة يقيموا بابا، كل صباح يقيموا بابا. فما صباح من الصباحات من عشري بابا ما قامش، تعدى في الطويل. خويا الصغير قايم نص النهار يتكسر، يقول شبيك مشيش تقرا؟ يا ما يلقاش الوقت، قلت نص النهار. يعمل لي بابا ما فيقنيش، مش انا. عرفت ولا يلوم في بابا مش في هو، مش في روحه هو. هذاك ايش معناه؟ كنت تنحي من معناتها تنحي العباد اللي انت معمل عليها، راح حياتك باش تحبس.
دونك عمل كيما قلت لك، ابدا بالخطوه. الخطوه الاولى عمل على روحك باش تقوم وحدك، ما تقعدش تستنى في حد. صحيح هذيك ركحتها وريت تقوم وحدك، تعدى الخطوه الثانيه. عود نظم فرشك وحدك. صحيح هذو زوج مرقلين، تعدى الخطوه اللي بعدها. اعمل فطور الصباح نتاعك وحدك، تعدى اللي بعدها. عود خذ مصروفك من الدار وتعلم كيفاش تصرفه، بعد تعدى الخطوه اللي بعدها. كيما كيكا بشوي بشوي تركب المخك فاز انك تولي تعمل على روحك، ولي ما عادش ديبوندون على العباد. صحيح تولي وحدك مستقل وتركح جوك وحدك. من بعد حتى كي تتحط في سيتياسيون تلقى جوك احلى جو. تو نحكيو على الحاجه الثانيه اللي هي كنت نستنى في المستحيل. ايش معناه؟ هذا نعطيك انا كيفاش كنت نخمم. والله قبل كنت نخمم شنو، هاني قاعد على روحي نقرا وكل شيء، انا قاعد هكا باش تجيني اوبورتونيتي من الحيط هكاك، باش تجيني اوبورتونيتي نولي لابس بيا وكل شيء، نولي فلوس ومشاريع. ومش هذيك برك مثال. كنت نستنى اني مثلا راني قاعد هكا، من بعد تجيني موتيفاسيون ما نعرفش منين نمشي نترانا حاجه فازت كيما هكا. علاش هذه حاجه خايبه؟ ريت قعدت نستنى في الاخر ما صارت حتى شيء. وانت تعرف الشيء هذا باش تقعد تستنى في حاجه وانت قاعد هكاك مكتف يديك، راه مش صح منها حتى شيء. دونك شنو اجي نعطيك كيفاش تسلكها، كيفاش معناتها تتجاوز المرحله هذه. في عاد ما تقعد تستنى تقول هاتو تجي حاجه، هذاك واش معناتها تجي حاجه امبوسيبل، معناتها تقعد وتجيك حاجه اللي انت ما كنتش قاري لها حسابها، ما تقعدش تستنى فيها. مثال انا قبل كنت نقعد نستنى هاتو تجيني معناتها فكره مشروع ولا يجيني مشروع هكاك واحد يجيني. ليه ما عادش تقعد تستنى كيك؟ قوم وحدك برا، امشي اسعى له انت، امشي ادخل الانترنت لوج كيفاش نعمل مشروع. اوكي حتى تو ما عندكش فلوس، تقول لي ما عنديش فلوس نبدا مشروع وكل شيء، ادخل اعمل المرحله الاولى انت. مثل اعرف القوانين نتاع البلاد، امور تاكس وكل شيء، احفظ لي بازيك، نقولوا احنا القواعد البازيك، احفظ كل شيء. من بعد ادخل شوف العباد كيفاش تعمل مشاريع، شوف رجال الاعمال كيفاش يعملوا مشاريع. اذا عطيتك راهو مثال نتاع المشاريع وانت قيس عليها كل شيء. ادخل شوف مثال رجال الاعمال كيفاش يعملوا في مشاريع، شوف هذاك كيفاش يعمل، شوف هذاك كيفاش يخمم، باش من بعد كي تجيك لوبورتينيتي تلقى روحك حاضر هكا. هذا واش معناه انت تسعى، مش تقعد تستنى حتى لين تجي. خاطر علاش لو فات كان عمرت مخك وحطيت ما تعلمت بالباهي وعرفت العباد كيفاش تخمم وكل شيء، اوتوماتيكمون انت تولي تصنع في الفرصه، مش تقعد تستنى هي حتى ينجيك. هذيك هي الغلطه فيش. وسنجا انت تعرف توانسه الكل يحبوا يحلوا مشاريع ويعملوا. اما شنو هي الغلطه اللي راك تشوف فيها؟ شنو هي الغلطه؟ يقعد قاعد هكا الزح نحب نحل مشروع، ويقعد يستنى حاط يديه على خده حتى لين تجي الفلوس. في باله باش يقعد حاط يديه على خده باش يهبط له مليار من السماء، ولا باش يقوم يلقى مليار تحت المخده، ولا ما مناش عليه. اما باش يقوم يسعى لا، حاطط في مخه انه ليه ما فماش وما نجمش من غير فلوس، لازم تجيني الفلوس ودرشنو. هذاك واش معناه انه يستنى في المستحيل. بينما كان قام هو وسعى ولوج وكل شيء، ناكد لك تو يخلق الفرصه وحده. لو فات انه فما شكون غيرك بدا في نفس المرحله، معناها فماش فلوس وعمل مشاريع، ما هوش خير منك. جست هذاك سعى وانت ما سعيتش اكهو. حاجه اخرى مثل لونترينمون. كنت قبل ما ندخل نترينا كنت نقول هاني قاعد هنا، وكنت سمير راهو كنت كاين حاجه اسمها السمنه برا، هاني قاعد هكا حتى لين توي ما عادش يعني سهل شي. ربي نبدا راقد ونقوم نولي نحب نمشي نترانا، ولا يهبط لي الوحي برا نمشي ترانا، ولا نستنى في عبدي يجي يقول لي برا نمشي ترانا. خذ ربطه قداش من عام وانا كيك بكل شيء وحالتي حليله، جيت نستنى فك الحدث يجي يبدل لي حياتي. بينما هو ليه برا امشي انت، حتى نعرف راهو انت زاد تقول في نفس الحاجه، تو يجيني حاجه تبدل لي مخي نولي نمشي نترانا، وراك باش تقعد باه الفاز برشا وماكش تعمل حتى شيء. بينما كان تمشي انت تو تقوم من غدوه برا، خلينا نمشي نسعى، نمشي اول نهار نجرب جمعه اونترينمون، تو وحدك صيد تولي تحب لونترينمون وتولي تترانا. فهمت معناها؟ انت اسعى وخلق الفرص، ما تقعدش تستنى في فلان اللي يكلمك. انت برا امشي كلمه، وما تقعدش تستنى فيه هو اللي يكلمك هيك الحدث المستحيل هذاك ما تقعدش تستنى فيه، خاطر راهو امبوسيبل باش يصير. اوكي حد ما يعرف على علم الغيب ويمكن تصير، اما حد في الاغلبيه ماش تصير لك انت وماش تصير لي انا. دونك قوم وحدك برا اسعى، ما تقعدش تستنى في حاجات اللي نجي. انت اخلق الفرص واسعى وراها، ما تقعدش تستنى في الفرص هي تجري وراك، لا قوم انت اجري وراها. كاو قلت لك هما حاجتين ما عادش تعمل على العباد، خاطر اخرتك تلقى روحك راسك الجول. والحاجه الثانيه ما عادش تستنى في الحاجات اللي نجيك برا، امشي انت اجري وراها مش هي تجي وراك. سيدي ميرسي على الوقت اللي عديته لهنا، واستمتع بقية الفيديو. ملتقانا في الفيديو الجاي.